السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا هتقولي انتوا اليومين دول يعني ما بتعمليناش فيديوهات ليه وكده زي ما هم قالوا لي، زي ما انا سمعت منهم. بصوا انا يعني ايه، اليوم قصير، بقوم 7 الصبح، بقيت اروح بدري الشغل. كنت الاول بروح الظهرية، دلوقتي بقيت اروح السوق الساعة 7، باجي 1:30 السوق وانا جاية. طبعا ايه، 2:30 3. طبعا معنى التلاتة يعني العصر هيدن، يعني خلاص ايه، اشوف ورايا الاكل ايه الاول، اول كل حاجة المطبخ، استف الحاجة اللي احنا هنفطر بيها انا والعيلين، وخلصتها خلاص. خش بقى غير هدومي، نشطب، نصلي العصر، مش عارفه ايه كده يعني. ده بطبخ وانا لسه كمان حتى بالجلابي، مش قادره اقول يعني بالغيارات اللي انا جايباها من الشغل. بنيجي طبعا بنفطر، بنقعد بقى بالليل شويه، مش عارفه ايه، اصحابنا بينزلوا بيعملوا صاحبتي ناديه وصاحبتي كده يعني. برجع تاني بقى ايه، عايزه اغسل، عايزه امسح الشقه الصبح عشان بالليل عشان ما اقدرش الصبح اعمل حاجه. مبقاش عندي وقت خالص ان انا اصور والبس. بس عرائم قالت لي انتوا ليكوا عليا حق، انتوا عايزين مني حق، ان حقكم ان انا لازم اتصور ولازم آه المهم ده ايه، حاجات بسيطه. كل سنه وانتم طيبين الاول. و يعني يعدي رمضان كده عليكم بخير، ويجي بينا التاني بخير علينا، ويعني كده مفرفشين كده، وربنا يصلح حال غزة وحال فلسطين. ندعي كلنا من قلوبنا من جوه فلسطين، ربنا يصلح حالها. احنا بقى عندنا الاكل غالي، عندنا اكل رخيص، ادينا بناكل وبنشرب وكل حاجه، لكن هم يعني خلينا هنا. المهم واحد يعني دي حقيقي، واحد يعني ايه زي ما إيه، زي ملياردير كده، مبسوط يعني في السعودية، مبسوط كده، فنزل مصر. فزي ما تقول قاعد كده شوية كده على حجر على حاجة، والسواق بيحضر حاجة في العربية، يعني قاعدين زي صحراء كده، يشتروا حاجة يجيبوا حاجة يعني. فجت واحدة ست كبيرة، فراحت فاتحة الكيس، لقيت جنيه واحد في الكيس. قالت له والله أنا ما معايا إلا غيره، والله ما ماشي إلا الجنيه ده اللي في الكيس، والكيس أهو. وفتحته، يا ست، جنيه ايه؟ جنيه اللي انت بتقولي عليه ده؟ قالت له بأحلف لك بالله ان انا معيش غيره، ولو كان معايا غيره كنت اديتك كل اللي في الكيس بتاعي. ده ملياردير، ملياردير يعني راجل لما اتجر بسم الله ما شاء الله، وقبلنا كلنا زيه. المهم ايه، خدوا منها لبستها شويه وخلاص. فقال للسواق بتاعه امشي وراها، شوفها رايحه فين، يقول لي على بيتها. امشي وراها، عرف بيتها ورجع له تاني. قال له يا باشا ده بيتها كذا كذا كذا، وهي ست غلبانه ومعها عيال وكده. راح له، قال لها يا حاجه انت تشيني الجنيه ليه اللي معاكي؟ طب ما خليتوش معاكي ليه، حتى لو عاوزتي حاجه، اي حاجه لعيله الولد لحاجه. قالت له لا يا ابني، انت اولى بيه، قعدتك وانت قاعد على جنبي كده على الحجر وجعت لي قلبي، وانا حزنت عليك، فانا ما قدرتش اديك الا الجنيه اللي معايا ده، لاني معيش، والكيس اهو. قال لها طيب انت قاعده في البيت ده؟ قالت له قال لها ده بيت مكسر. قالت له ايه؟ قال قاعدين فيه يا ابني انا وولاد بيت. قال لها طيب. راح قال لها معاكي كام بنت؟ قالت له بنتين اهو. قالت له يلا تسمحي لي اجوزهم واجهزهم؟ قالت له يا ريت يا ابني، بارك ايه، ربنا يبارك لك. راح مجوزهم وجهزهم وصلح لها البيت وقعدها وعمل لها شهريه. من ايه يا جماعه؟ من جنيه اتصدقت بيه. خدوا بالكم من الكلمه اللي انا بقولها، اتصدقت بيه. مش احنا نبقى معانا ونكوش ونخبي، وجي رمضان عايزين الزكاه
بتاعت اللي هي مش شارين في البنك، واللي شاري مثلا في بيته، واللي شاري مثلا ذهب، كل ده عليه زكاة. فين الزكاة؟ الزكاة ده بالحق ربنا يقدرنا عليه، بالحق. اني مثلا على كل 125 كده يعني، مين هيقدر يدفع الزكاة اللي عليه بجد بقلب؟ بس عارفين لو احنا كلنا طلعنا الزكاة بحق، مش هنلاقي واحد شحات نديله، مش هنلاقي واحد غلبان ياخد مننا، لان الزكاة بتاعنا سدهم شبعهم، ده لو على حق. فربنا سبحان الله وتعالى اسمه العدل. اديني الزكاة وانا اديك اكتر من الزكاة اللي انت خرجته، تطهرهم وتزكيهم. شو ربنا بيقول كده ولا انا اللي بقول؟ طلع زكاة مالك تطهرهم وتزكيهم. لكن مين بقى اللي معاه النهارده ويقول لك اطلع ايه يا عم؟ انا غلبان، ده انا عايز اللي يزكي عليا. هو معاه وشايل ومعاه ومبسوط. طب ماشي، طب هنعمل ايه؟ نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمد عبدك ورسولك. احنا عايزين نطلع زكاة، عايزين نبطل القلوب السوداء، الحقد، الكذب، الكره، الغباوة، الغدر. واحد يفضل ليه مثلا مع خطيبته مثلا، حبيبتي وروحي وقلبي وانا ماليش الا انتي، وانا البنت يعني تصدق كلامه، تقتنع بكلامه. طيب احنا عايزين نجيب الشبكة، شوفي انت حطي حاجة وانا احط حاجة ونجيب الشبكة. معلش عشان النور قاطع التاني، فانا بتصور على حاجة بسيطة جدا غير كل مرة. تروح البت مدياله من ورا اهلها وهي شغالة بقى بتطلع. بعد ما تجيب الشبكة وتخطب، دي حصلت عندنا، استنى اسبوع 2، لا انا مش يعني مش كارهها ولا حبيبها، لا كارهها ولا حبيبها. امال ايه يا عمنا؟ عايز شبكتش. هي مش هتقدر تقول ساعتها ان انا حاطه معاها فلوس. عايز شبكتك؟ طب شبكتك دي بكام؟ ب60,000 مثلا. هي كانت حاطه يا عيني عامله جمعيه وحاطه فيه 30، وبقت دي شغلانه طبعا. بقت في شباب دلوقتي بيعملوا كده كتير قوي، يضحكوا الاول على العيله وبعدين ايه ياخدوا منها فلوس. فالام والاب تقول لك ايه؟ طالما انت مش عايزها خلاص شبكتك هي يا ابني، وشوف احنا جبنا ايه وانت جبت ايه. يقول لها خد انت عايز، بس خد اديني شبكتي، وياخد الحاجه ب60,000 وايه. بس الحاجه دي بتخش طبعا بالخراب. 60,000 هيعمل بيهم ايه؟ هيطيروا منه هوا لانهم فلوس حرام، لانه شقى ولية. هو عارف ان هي مش هتقدر تتكلم عشان اهلها، لكن هو بقى عايز ياخد ويصرف، وياخد وبيصرف. بس والله ربنا بيبارك له. حتى لو خد واتجوز تبقى جوازه سودة ومنيله، واحده توري له اللي ما عمره شاف امه. انا اسفه في الكلمه بقى، مش انا اسفه يعني، خلاص الكلمه قلتها وانا اسفه، كسفت. بس وبعدين ياخد افتكرت اني كنت بتكلم في ايه، انا نسيها عليا خالص. على الواد اللي بياخد اللي خد من بنت الشبكه ب60,000. فراحت بتقوله طب اتقي الله واديني فلوسي، ده شقايه ولسه الجمعيه اولها، انا قبضتها 30,000 واديتهم لك، لسه هسدهم. قال لها تسديهم ما تسدهمش، انا قعدت معاكي كذا قاعده كده ب30,000. يا لهوي انت غالي قوي يا واد، القعده معاك ب30,000، امال بقى لو اتجوزت تبقى بكام بقى؟ لما انت قعدت اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ودفعتها 30,000، امال لو اتجوزتها هتدفعها ايه بقى؟ اسخم حاجه الراجل اللي ياخد من 6 قرش ولا جنيه، ولا يكون معاه في اي قعده
ويخليها هي تصرف تعريفة انها تستعكره بيه العمر كله. الراجل لو في اخر مليم في جيبه وخارج مع خطيبته او مع مراته او يصرفه، لان الجنيه ده هيرفع براسه مش هينزله. غير اللي بيستهتر بقى يقول لك ايه، ستي ادفعي انت المره دي. طب مين هيصرف علينا؟ مين يصرف عليك؟ ايه لا انا اصرف عليك؟ انا اشتغل واتهد واصرف على راجل مين اللي اصرف عليه؟ هو الراجل يقبل ازاي ان انا اصرف عليه؟ مش عارفه، بس يعني ما مش عارفه. لا يعني زي واحده صاحبتي قاعده اسمها نجا بتقول لي انهي راجل يخلي الست بتاعته تصرف عليه في الشارع وهو ماشي؟ قلت لها لا، بقى في كتير قوي. الشباب الهايفه لكن الراجل اللي هو موزون ما يعملهاش. انا اصرف عليكي دم قلبي وانت تصرفيش عليا تعريفه، لان التعريفه اللي هتصرفيه عليها تقدري طول عمرك تعايريني بيه. لكن انا صرفت عليكي 100,000 جنيه عمرك ما هتقولي لي انت صرفت حاجه. فدي حقيقي. اي واحد ماشي مع واحده خطيبته مراته قريبته صاحبته لازم يطلع ايده، حتى لو ما هو معاش اللي هم في ايده في جيبه، لازم يبقى راجل بيهم. ما تستناش خطيبتك تحط معاك في شبكه هجيب دبله على حسابي، مش هخليكي تجيبي دبله وسلسله على حسابك انت. لا، انا عايزه اجيب الدبله على قدي. مش عاجبك؟ الف سلامه على امرك. انا هجيب دبله، اللي معايا حقي دبله. انتوا عايزين دبله ومحبس؟ المحبس بقى هحبسها بيه لما اتجوز. مش هجيب محبس حاجه. صح كلامي ولا غلط؟ الواحده ما تستعكرش الراجل اللي تحس ان هو عايز منها هو خطيبها. لكن لو مراته الحال واحد، البيت واحد، القرش واحد، اللقمه واحده، هي معاها هو معاه مش مشكله. لكن غير ما يكون خطيبته يفضل يجر منها في الاخر يسيبها. في رب بيخلص، في رب مش عارفه اقول ايه. بس انا يعني عارفه ان في ربنا سبحان الله وتعالى ما يرضاش بكده بالظلم. ان هو بعد ما يجيب لها الشبكه وهي تحط فيها يقول لها طب هاتيها، انا عندي حقي وبتاعتي وقرشي وشقايه، وتقبل على نفسك. ولو اتجوزت ربنا هيكرمك بجوازتك، هديك بيت توريك اللي ما حد شافه، وانت تبقى تحت رجليها عارف ان هي هتسيبك. والراجل لما بيعرف ان هتسيبه بيتمسك بيها. لكن الطيبه بتتركب الحصان، يلا يعرف اخد منها يرميها. لا، ارميني احسن، ابعد عني احسن، مش عايزه اشوفك احسن. لا، مش عايزه اشوفك، مش حباك. حتى لو كنت بحبك في الحاجات اللي انت عملتها، لا كرهتك. ما هي العشره هي اللي بتبين الحلو من الوحش والغبي من الطيب والحنين. يعني ممكن يكون معكش بس حنين عليا وقلبك حنين عليا، انا وانت يعني اترفع قوي ونشوف الدنيا عايزه ايه، والجنيه اللي معايا والجنيه اللي معاك يبقوا اتنين، يبقى احنا اتنين مع بعضنا واتنين جنيه معانا. حتى الدبله هبيعها لك عادي خالص، بس ابقى عارفه ان انا معايا راجل، عارفه ان انا معايا واحد هستند عليه، احس ان انا ليا ظهري عليه، احس ان انا لو حد كلمني دبلتي بتاعتي انا معايا راجل. انام كده واغمض كده وانا حاسه ان في راجل ورايا معايا. ده اللي راجل، لا بذهب ولا بفلوس ولا بشقه، برجوليته، بتبته، بدينه. يشد ايدي كده للدين وللكلمه الطيبه وللصدقه. الا الصدقه يا جماعه، يا الصدقه دي بتعمل حاجات في البيوت وفي الصحه
حاجات ما تتخيلوهاش. يعني ممكن 5 جنيه تمنع مرض داخل على بني آدم ما كانش هيقوم منه العمر كله. اللي معاه قرش يصدق بيه، يصدق منه، ما يخافش ان القرش بينقص، والله ابدا، والله ابدا، ده بيزيد والله. وانا ما كنتش بطلع صح لاني ما كنتش فاضيه والله، وسامحوني وانا اسفه. والشير واللايك والاشتراك بقى، يلا بقى، ما تشيل، ما فيش والله عندي شير واشتراك، ما ينفعش كده بقى. يلا اعملوها صادقه، ها، يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.